السلام عليكم. Oof. Good evening or good afternoon, actually, everyone. مساء الخير للجميع. سنستمر الآن بالمؤتمر الصحفي مع وليد الرجراوي مدرب المغرب. من فضلكم جميعا ارفعوا أيديكم وقولوا اسمكم ومن ثم الجهة التي تتبعونها وبأي لغة ستطرحون السؤال. فلنبدأ. أنا أبدأ؟ تمام. رياض غازي ديربي سبور. وليد، نتيجة ديال التعادل كتبقى جد مهمة أمام منتخب كرواتي في أول مباريات الافتتاحية ديال المجموعة السادسة، ولكن وليد شفنا بأن كان بالإمكان ديالنا نحققوا 3 ديال النقاط. شنو اللي كان خاص وسيرتو بعض اللاعبين في ميليو التيران اللي ما كانوش اليوم في المستوى الكبير؟ ميرسي بوكو خويا. اللي الاخريه كاس العالم كانت في لافينال اللي في ميليو تاع عندهم بالون دور مودريتش، اللي عندهم بروزوفيتش اللي غيلعب في الانتر ميلان تيتولير، عندهم كوفاسيتش، عندهم لوفرين، بريزيتش. انت كتجي كتقول لي الماتش اللي كنا نقدروا نربحوه. انا باني اوني تومبي سور اون تري بيل ايكيب كي بوفي نو باتر، مي اون ا جوي avec nos armes, on a été bon. C'est un très bon résultat et ما شفتش الماتش اللي شفتي انت، بالعكس كان الماتش في الانتنسيتي اللي كان ماشي سهل. ما خصكمش تنساو ملي كنلعبوا هاد كاس العالم مع بزاف دراري اللي في لو توب د لوغ فورم ما كاينينش. حكيم زياش شحال ما لعبش، بوفال شحال ما لعبش، املاح شهر ونص كيتريني بوحدو مع لا ريزيرف. دونك انت مغربي بعدا ولا ولا مغربي خصك تفرح شنو داروا اليوم دراري تقاتلوا. يا دي ماتش غير خليني نكمل. يا دي ماتش qui sont difficiles, c'est le très haut niveau, c'est la coupe du. On peut les gagner, on peut les perdre sur des détails. Bien sûr qu'on a donc c'est un bon résultat. On a été très bien organisé et on a couru beaucoup, mais à l'arrivée c'est un bon résultat. أهلا بالجميع. التلفزيون الكرواتي. أميرن. أهلا سيد وليد. قبل المباراة البارحة أنت قلت لنا أن كرواتيا هي الأرجح للفوز، وبعد مباراة اليوم هل تعتقد أن النقطة التي حصلتم عليها هي مهمة أو أهم بالنسبة لفريقك بالمقارنة بالفريق الكرواتي؟ وهل هذا بمثابة دفعة وثقة بالنفس للمباراة القادمة؟ نعم، بطبيعة الحال، وبالطبع كما قلت لزميلك علينا أن نحترم كرواتيا. كرواتيا هي فريق كبير، وليس علينا أن ننسى أنه كانوا هم الوصيف في كأس العالم الأخير، وبالتالي أيضا ربما هم من أفضل الفرق المشاركة في هذا العام. وأنا هنا في منصبي منذ عامين ولعبت فقط 3 مباريات، وأعتقد أننا بما أننا تعادلنا فهذا جيد جدا بالنسبة لنا، لأننا بالنسبة للمباراتين الأخيرتين نحن أدينا أداء جيدا، ورأيت مودريتش اليوم أيضا كان رائعا، وأنا بالفعل أيضا فخور جدا بالشباب. نحن حصلنا على نقطة واحدة وسننتظر ما سيحدث في مباراة بلجيكا، وإن شاء الله سنرى أننا سنتأهل في الجولة القادمة هنا بالمنتصف. وليد، المباراة لاحظت بأن اللعب الفردي غلب على اللعب الجماعي، وحتى تير ما دارش كادغي بالنسبة للمنتخب ديالنا على المرمى ديال كرواتيا. واش كان خوف ولا انت كانت الخطة ديالك هي كرواتيا تاخذ الكرة وانت دير لي كونتر اتاك؟ شكرا. لا ماشي الخوف، الكرة سهلة. مرة كتمشي في ان بلان جو كنا باغيين نهزوا الكرة بالحق. شفتو انا يو بوكو دي شو ميليو تيران في ديبي دو ماتش اللي ما خلاتناش نثيقوا، ومني بدينا كنديعوا الكواري فورسيمون كترد لهم، وهما هما عندهم كويريا في ميليو تيران. حنا الغلط اللي كنديروه هما ما كيديروهاش.
ils savent te confisquer le ballon et هنا مزيانه الدراري ديالنا باش يعرفوهم le haut niveau il y a dit que les fautes de concentration les ballons perdus je pense que اليوم ولا كنا عندنا plus de maîtrise technique moins de déchets وفي نفس الوقت أيضا بالتكتيك الذي كنا نلعب به كان من الممكن أن نلعب بطريقة أفضل. médian سنيناهم كنا كنسناو الغلط ديالهم في ميليو التيران باش نقطعوا باش نديروا لي كونتر اتاك بالحق في الاخر دابا عاد حنا اللي مزيانه في دابا في هذا الوقت لي ستاتيستيك اللي كتشوف Croatie elle a 65% de possession on doit avoir 35 mais في الاخر on a tiré 7 fois au but deux cadrés ils ont tiré 7 fois au but deux cadrés donc la possession كنعاودها حتى في la première conférence ديك la possession حتى حنا خصنا نساوها مره الكره اليوم ماشي la possession واش اليوم علاش عندهم 65 عندهم 3 بوين لا السعوديه واش كان عندها لا بوسيسيون مع الارجنتين هي عندها 3 بوين حتى حنا كجمهور مغربي خصنا tactiquement il faut qu'on progresse dans la vue d'un match c'est pas parce qu'ils avaient le ballon que c'était plus difficile pour nous on a accepté de pas avoir le ballon on aurait préféré qu'on soit plus dangereux mais voilà on a une belle équipe en face de nous qui nous a posé des problèmes on a été fort mentalement. الشرق بلومبرج سؤال لحضرتك بشكل عام الكرة المغربية دائما تضم أفضل العناصر وأفضل اللاعبين لكن على مستوى الإنجازات ليست على نفس مستوى كفاءة ومهارة هذه العناصر فهل تعتقد أن في هذه النسخة المنتخب المغربي قادر على تحقيق ما لم يحققه في النسخ الماضية سواء في كأس العالم أو على مدار مختلف البطولات؟ Again, and we get the translation. Because اسمح لي عندي غير بالدارجة هنا. Now, please repeat once It's again. okay, better because after I there. وإن شاء الله واخا فرنساوية ويترجم c'est moi je viens d'arriver forcément لدينا بالطبع أيضا الكثير من الخبرات بالنسبة للاتحاد المغربي لكرة القدم. نحن نحاول أن نبدأ بداية جيدة ولكن بالنسبة للأهداف المتوسطة وبعيدة المدى بعد أن كسبنا كأس الأمم الأفريقية بالطبع نريد أن نحرز تقدما أيضا في كأس العالم سيكون هذا رائعا. ليبرون من تنسنت كان بالطبع الأداء المغربي مثيرا للإعجاب وأيضا أداء المشجعين هل تعتقد أن هذا أثر؟ فرنسي وفي السياق كان هذا بعض اللغات يس ما أستطيع أن أقوله عن هذه المباراة أن اللاعبين أدوا أداء جيدا. الأمر لا يتعلق فقط بكرواتيا نحن نحترم كرواتيا ونعرف أنها من أفضل المنتخبات على مستوى العالم وفي نفس الوقت نحن نخاف أن نخسر في الحقيقة المباراة الأولى وبالتالي عندما يبدأ المرء بخسارة ينتهي الحلم بسرعة ونحن لم نخسر وبالتالي أعتقد أننا زادت ثقتنا بنفسنا وإن شاء الله سنجعل الجميع فخور بنا. وكالة الأنباء القطرية. Coach, okay, I can speak in English, no problem, coach. I want you to. سأستطيع أن أتحدث بالإنجليزية ليست مشكلة. بما أننا من الشعب العربي نحن نهنئك. ماذا تعتقد عن الجو في الاستاد اليوم
وهل كنت تلعب بالطريقة التي تلعب بها أيضا على الأرض المغربية أم كنت تلعب وكأنك تلعب على أرضكم لأن كثير من الجماهير كانت تشجع المغرب؟ Today, if we طبعا أعتقد أنه إن لم نشعر بأننا في ديارنا لكانت المسألة ستكون أصعب بكثير علينا. المشجعون كانوا رائعين حقا، يعني يدفعون بالفريق بالمنتهب إلى الأمام لكي يبذل قصارى جهده رغم التعب ورغم الكلل. يعني نحن نفتخر لكوننا في قطر في أول مونديال في بلد عربي، وإن شاء الله سنبذل كل ما بيدنا بنسبة 100% لكي يفتخر بنا الأفارقة والعرب. سؤالين أخيرين من فضلكم هنا بالأمام. على هذا العرض اللي قدمته غادي ننطلق من الندوه الصحفيه ديال المدرب الكرواتي اللي قال بانكم صعبتوا عليهم المباراه صراحه، وقال انه حرفيا لعب مع منتخب شرس وانه كان متخوف من المنتخب الوطني، هذا اللي خلاه انه ما يلعبش لو جو اللي كان بانيه. ولكن نرجعوا للمنتخب ديالنا حنايا، ما كتشوفش على انه لعبتوا بذكاء، ولكن هذيك الفاعليه الهجوميه اللي في النصيري، لان كل شيء المحللين الان كيتحدثوا على النصيري بالضبط انه ما تعطاتش فرصه، لان 10 دقائق اللي تعطات المهاجم حمد الله ما نقدوش نحكموا فيه. واش ما غتعطاش فرصه باش نشوفوا تقلب الموازين ديال قلب الهجوم؟ شوف، ما كنشوفش على عبد الرزاق ولا على يوسف ولا على اي واحد. كنشوف اللي يقدر يعاون الفرقه في هذا الماتشات كان هو يوسف. ويوسف الخدمه اللي دار اليوم ما يمكنش. شحال جرى ملي خصك تعاون الميليو التيران، عاون ديما كان عليه ماركاج انديفيدوال على بروزوفيتش باش ما يخليش يخرج كره، باش ما يخلوش يرتاحوا. شفتوا مودريتش في الاخر الماتش كان خصو يهود لتحت باسكو ما كانوش كيجبروا لي زيسباس، وكان خصك واحد اللي لا كاليتي ديالو هي هادي. عبد الرزاق ديال الكاري كان عاوده يقدر يعاوننا، وتسمحت في الاخر علاش كنت شميت يمكن شي كونتر اتاك كان يقدر يعطينا شي اضافه. بحال عندنا 3 الماتشات وعبد الرزاق عرف هادشي، والصراحه اللي كيحتي في لونطرينمون وكيفاش دخل اليوم بين لي هو يقدر يعاون. بحال حنا عندنا فرقه وعندنا عائله اللي كيبدا كيتقاتل، اللي كيدخل كيعرف لو رول ديالو، وماشي بين عبد الرزاق ولا الناصري، بين لو رول ديال لاتاكون اللي كنطلب منه. وسورتو في هذا الماتش اللي كنت كنطلب منه في هذا الماتش كان خصني واحد اللي غيتقاتل اللي غيجري باش الميليو تيران كونترولو الميليو تيران. ويوسف هاد لي كاليتي عنده احسن من عبد الرزاق. عبد الرزاق عنده كاليتي اخرى ويقدر يعاوننا بلي كاليتي ديالو ان شاء الله في الماتشات اللي جايين. وغنشوفوا كيفاش غنلعبوا مع بلجيكا. مازال غنشوفوا واش عبد الرزاق يبدا، واش ناسيري، واش شيديرا. اللي مهم انا اللي كامنيه الفرقه هي نجيبوا النقاط ونتاهلوا ان شاء الله. Last question over here, please. واش شيديرا. اللي مهم انا اللي كامنيه الفرقه هي نجيبوا النقاط ونتاهلوا ان شاء الله. Last question over here, please. آخر سؤال هنا. صباح الخير كوتش. إبراهيم سودنا من موريتانيا. نهنئك على هذا التعادل السلبي. أعتقد أنه يتعين أن نهنئ على هذا التعادل لكون هذه المباراة كانت مباراة صعبة جدا وضيقة. طبعا كنا نتمنى أن نرى المنتخب المغربي يلعب ببسالة أكثر، بشجاعة أكثر، ويحرز النقاط، يحرز الأهداف. ولكن طبعا نراعي أنكم لعبتم منتخبا من المنتخبات من منتخبات النخبة. مودريتش مثلا، يعني لاعبون رائعون على صعيد هذا المنتخب الكرواتي. هل تعتقد بخلاف ذلك أن الاستراتيجية التي تم تبنيها اليوم أتت أكلها؟ هل حصلت على النتيجة التي كنت تتمنى أن تنالها؟ طبعا الجميع أراد أن يفوز. نحن لعبنا اليوم كمنتخب أوروبي، والمغرب تسنى له أن يخلق بعض الفرص، وإن كنا لعبنا لعبة رائعة أدينا أداء رائعا، فبالتالي خلقنا الفرص. معنى ذلك أننا لعبنا بتوازن، لعبنا بثبوت، وأعتقد أننا صعبنا على كرواتيا أن تلعب ضدنا. يتعين علينا أن نقيم أنفسنا بناء على نقاط القوة
وأن نستثمر فيها نقاط القوة هذه لكي يتسنى لنا أن نفوز ونسجل الأهداف. طبعا سنتحسن على مدار المونديال شيئا فشيء، ولكن نحن نعي على مسألة أن الوقت يداهمنا. طبعا أردنا أن نلعب لعبا جيدا اليوم وأن نصعب الحياة على كرواتيا وأن نفوز بالمباراة، ولكن الهدف كان ألا نخسر في هذه المباراة الأولى، ووفينا وكفينا في هذه الحالة. كرواتيا طبعا كانت تسعى لأن تفوز بهذه المباراة، ولكن كل مباراة وهي منافسة في حد ذاتها. يعني المنتخبات الإفريقية نحن رأينا كانت تخسر في مثل هذه المباريات. يعني أعتقد تونس خسرت، أعتقد السنغال أيضا خسرت إن لم أكن مخطئا. طبعا يعني هذه الأوضاع ليست بالرائعة، لا سيما وأنه تم إهدار الفرص في نهايات الشوط الثاني بعدما كان الأداء عموما ليس بالسيء. بالتالي يتعين علينا أن نطور، أن نستثمر في عقلية الفوز، عقلية الثبوت إلى النهاية، لكي نتمكن من أن نلعب ضمن النخبة أو نستحق أو نجدر بذلك، وهذا ما سنركز عليه. بالتالي يعني أعتقد أنه لربما سيصل إلى ربع نهائي بعض المنتخبات الإفريقية، ولكن سيتعين علينا أن نكون شرسين أكثر من ذلك. عندنا في المجموعة مجموعة صعبة، يعني مجموعتنا هي مجموعة الموت كانت حقا.